ساسكاتشوان، اسم غريب، ممكن تكون فرصتك. لو قلتلك إن في مقاطعة في كندا ممكن تديك الإقامة من غير لا عرض عمل ولا خبرة ولا حتى لغة قوية، هتصدق؟ أنا عايش في كندا وشفت برامج الهجرة كلها، بس البرنامج ده بيكسر كل القواعد. الفيديو ده هيغير فكرتك عن الهجرة بالكامل، بس ركز معايا من البداية للنهاية عشان التفاصيل دي هي اللي بتفرق. ساسكاتشوان هي مقاطعة موجودة في وسط كندا بين مانيتوبا وألبرتا. المقاطعة دي مش زحمة، مشهورة بالزراعة والطبيعة المفتوحة والأسعار المعقولة. ده مكان مناسب للناس اللي بتحب الهدوء وعاوزة تبدأ حياة جديدة بتكاليف أقل طبعا. بس في مقابل ده الجو في الشتاء برد جدا هناك، والشتاء خليني أقولك البرد هناك بيعب، ممكن درجات الحرارة توصل لسالب 40 وسالب 45. فلو ناوي تيجي هناك هات معاك جاكيت تقيل وكمية صبر محترمة. الشتاء طويل والأنشطة أقل شوية من المدن الكبيرة زي تورونو وفانكوفر. تعالوا مع بعض نشوف إزاي تقدموا عليها. في طريقتين. أول طريقة هي عن طريق الإكسبريس إنتري. لو عندك حساب في الإكسبريس إنتري ممكن تقدم على ترشيح لساسكاتشوان لو مهنتك مطلوب عندهم. بيبعتولك ترشيح وبتاخد 600 نقطة إضافية، وبكده بتضمن دعوة للهجرة. تعالوا مع بعض نشوف الشروط. أول حاجة لازم تشوف المهن اللي هم حاطينها في الليستة بتاعتهم، ودي من أشهر المجالات المطلوبة حاليا في ساسكاتشوان. الطلب زاد الفترة دي على القطاع الطبي، وبرضه في فرص قوية جدا في مجال التكنولوجيا. وكمان المجال الزراعي ليه نصيب كبير جدا من التوظيف. ولازم يكون مستوى اللغة بتاعك 7 CLB أو بمعنى أصح 6 آيلتس، ويكون معاك تعليم بعد الثانوية. دي أول طريقة. تاني طريقة ودي الأسهل طبعا للناس اللي ما عندهمش حساب في الإكسبريس إنتري، وهنا لو عندك خبرة في مهنة من المهن المطلوبة وما عندكش حتى عرض عمل تقدر تقدم على طول على البرنامج. الشروط هنا أسهل من الإكسبريس إنتري. أول حاجة نفس القوائم هي بتاعت الشغل. تاني حاجة الخبرة على الأقل سنة، شهادة معادلة تعليمية ECA، وبالنسبة للغة هنا CLB 4 أو IELTS 5، وده طبعا كويس جدا بالنسبة للآيلتس. كل برنامج ليه نظام نقاط، والنقاط هنا بتبقى 60 من 100، يعني لو جبت 60 درجة هتضمن ان انت تهاجر، على عكس الاكسبريس انتري طبعا. وتقدر تجيب النقاط دي كلها عن طريق الخبرة واللغة والتعليم. الحياة في المكان ده بسيطة جدا، تقدر تلاقي شقة في المكان ده بداية من $900، $1000، 1100، بدل ما بتدفع 2000 في تورونو وانت طالع طبعا. المدارس فيه كل الكماليات اللي الناس محتاجاها، مدارس موجودة، مستشفيات موجودة، والناس ودودة جدا في المكان ده، والأمان برضو كويس. بس لو بتحب الزحمة المكان ده مش ليك خالص. الهجرة دي مش حلم، الهجرة ده قرار، وساسكاتشوان ممكن تكون الطريق الأسهل ليك، لكن مش معناها الأسهل في كل حاجة برضو. لو ناوي تبدأ حياة جديدة وتدور على فرصة واقعية بجد، ابدأ من هنا وخطط صح وافهم النظام. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتكتبوا لي تحت في التعليقات كل اللي انتوا عاوزين تعرفوه او كل الأسئلة بتاعتكم، واشوفكم المرة الجاية في كندا بعيون واقعية.